النهارده معانا زينة عذرا ضيفتنا المستديمة في البرنامج نقدر نقول. للي ما عرفش بقى او ما اتفرجش على الحلقات اللي قبل كده، ممكن تعرفينا بنفسك يا زينة؟ اول شيء شكرا على الاستضافه، مبسوطه كثير انه رجعت شفتكم من جديد. احنا الاسف وثانك يو انه دائما عم نضوء على مواضيع كثير مهمه للكوميونتي العربي. وانا زينة عذرا. اليوم انا موجوده بالنيابه عن او representing مكان العمل اللي انا بشتغل فيه. انا executive coordinator diversity equity and inclusion and service بPeel Children's Aid Society. اهلا وسهلا، نورتين. ثانك يو لكم. زينة، في البدايه كنا عايزين نعرف يعني ايه الاتجار بالبشر، وهل ده فعلا موجود في كندا؟ الاتجار بالبشر بشكل كتير بسيط هو فعليا استدراج او استغلال اي شخص، سواء بإقامته بنقله من مكان لمكان أو بإيوائه بهدف استغلاله الجنسي. وطبعا للأسف موجودين بكندا. ولحتى نقدر نعطي شوي صورة عن الواقع رح أقول شوية إحصائيات مهم الناس تعرف، لأنه هو بعتقد هاي أول مرة منضوي على هيك موضوع، فموضوع كتير كبير وكتير مهم. وبعتقد في ناس بتفتكر أنه هو بعيد عن ديارنا، بس هو للأسف موجود بمجتمعاتنا. تقريبا 62% من الهيومن ترافيكينج اللي بيكون بكندا منشأه أو يبدأ بالجي تي اي للأسف. وبيل ريجن، لما بنقول بيل اللي هي مساساغا، برامتون اند كاليدن، إلى الحصة الأكبر من هاي النسبة. ده ما كانش في دماغنا الموضوع ده خالص. بسبب طبعا في تفسير لها، لأنه بيل بسبب قربها من المطار والهاي ويز الأساسية، فبيكون الأسهل على المتاجرين للأسف نقل الضحايا، سواء عن طريق الهاي ويز بالسيارات أو بالمناطق المحيطة أو عن طريق المطار لمقاطعات تانية. البيل تحديدا بيل ريجن صار فيها ارتفاع اكشولي بالنسبه بسنه 2023 ل 2024 زادت نسبه الهيومن ترافيكينج حوالي 60%. واو. ايوه. وبحسب احصائيات الشرطه تقريبا 72% او 70% من الضحايا هني تحت عمر ال 25 سنه. الافرج لعمر الاستهداف بين 12 ل 13 سنه. بالنسبة لنا نحن بجمعية بيل Children's Aid Society السنة الماضية we identified أو حددنا تقريبا 166 حالة من الإتجار بالأطفال واليوث. 166 في كم، في خلال قد إيه؟ السنة اللي فاتت. سنة واحدة 166 اللي هو طبعا المشكوك بأنه هن في عندهم تورط أو ارتباط بحالات الاستغلال الجنسي. يعني 166 حد حصل له كده ولا يعني اللي هم المجرمين اللي بيعملوا كده ولا الضحية؟ الضحية 166 في جي تي اي. في بيل لانه زي ما بنعرف نحن جمعيات حماية الأطفال موزعة جغرافيا، فأنا اليوم لما بتكلم عن الجمعية اللي أنا بشتغل فيها فأنا أتكلم عن منطقة الجغرافية اللي بتخدمها هي منطقة بيل. وفي كل جمعية، كل منطقة جغرافية في لها جمعية ثانية بتخدمها. طب مين أكتر ناس ممكن تكون متعرضة للإتجار بالبشر؟ هلا هو بشكل عام بشكل مختصر اللي نحن بنقولهم vulnerable، الشباب والأطفال اللي بيكون في عندهم هشاشة أو في عندهم شيء ما غير مستقر بحياتهم، سواء كان في عدم استقرار عائلي، في مشاكل أسرية، بطريقة ما عندهم عزلة اجتماعية، فبيبقى استهدافهم أسهل، معرضين أكتر للأسف. طب هي ازاي الشبكات دي بتارجت الولاد وبيستدرجوهم ازاي؟ هل مثلا بتبقى علاقات عاطفية؟ هل مثلا بيستدرجوهم عن طريق شغل؟ يعني ازاي بيشدوهم ناحيتهم؟ سؤال كتير مهم نارزين، لأنه لازم نعرف أو مهم نعرف أنه الترافيكر أو المتاجرين بيشتغلوا بطريقة جدا استراتيجية.
وفي يعني في بروسيس للاستدراج. فهي تبدا غالبا بشيء بنقول له جرومينج. الجرومينج هو الاستدراج البطيء او الاستدراج الممنهج التدريجي. فغالبا بتبدا عن طريق علاقه، ممكن صداقه، علاقه عاطفيه. ممكن الترافيكر بيجي وكانه صديق، بوي فريند، جيرل فريند، يعني من نفس سنهم؟ ممكن يكون اكبر، ممكن يكون اكبر شوي، اكبر اكثر. بس هو الفكره انه الطريقه اللي بيدخلوا فيها مش طريقه مباشره. هون بيبداوا اول شيء ممكن يكون عرض عمل، I have a job for you. بيدخلوا بطريقه كتير ممنهجه، وبعد بس كسبوا ثقة فهي بتبدأ ببناء الثقة بشكل تدريجي. وبناء الثقة بعدين ممكن يصيروا يعطيون مدح كتير، إطراء كتير، أنت حلوة، أنت ذكي. بعد شوي بننتقل لمرحلة أعلى، أنا بحبك كتير. ممكن يصير في عنا غدق من الهدايا، هدايا expensive stuff that they buy for them. بأغلب الحالات الضحية بتكون غير مدركة أو غير مدرك أنه هو يستدرج إلى الاستغلال الجنسي. يعني هي ما بتصير بطريقة مباشرة أنه منجي منفرة. يعني هو بيستدرجوهم بذكاء، بيستدرجوهم بذكاء جدا، يعني بذكاء واستراتيجية معينة. وبعد شوي بس نكسبوا ثقتهم بتبلش بينتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي العزل والسيطرة. ببلشوا شوي شوي يعزلون عن العائلة، عن الأصدقاء، وببلشوا يمارسوا عليهم السيطرة سواء عن طريق التهديد الجسدي، الإيذاء الجسدي، أو عن طريق، وهي كتير مهمة كمان نعرفها، عن طريق التهديد بإيذاء العائلة. لأنه هني بيكون عندهم معلوماتهم، بيكون عندهم عناوينهم، بيكون عندهم بيعرفوا الأهل، بيعرفوا الأخوة. فبصير في تهديد إنه أنت لو ما عملت اللي أنا عم أقول لك تعمله أو اللي أنت عم أقول لك تعمليها، فأنا حأذي أهلك، حأذي عائلتك. وهيك بصير شوي شوي السيطرة. ومشان هيك كمان كتير بيكون في تردد للضحية إنها تكسر هاي السايكل، لأنه في خوف، لأنه في خوف وفي رعب. وبتصير بأي مكان، يعني مش بالضرورة أنه ممكن تكون بالمول، ممكن تصير بالجيم، ممكن مثل ما قلنا عن طريق مكان عمل يبدأوا على أساس أنه هو job but it's not really a job. ومدارس طبعا في مدارس هو سن 12 13 لا يعني اللي بيستهدف بيبقى شغال في مدرسه ممكن، يعني شفتيها؟ مش كتير لانه فغالبا يعني بيجربوا انه يكونوا بطريقه شوي بعيده عن الانظار. الاونلاين طبعا اكبر مشكله الاونلاين. والاونلاين اسا كمان اخطر، لانه بالاونلاين ممكن يغيروا معلوماتهم، ممكن يخلقوا فيك اكاونتس ويكون مش معلوماته الحقيقيه. محدش بيبقى عارف مين بيتكلم مع مين ولا سنه ايه ولا مين. ممكن يقولوا من ناحيه الجيمز اللي بيلعبوها ديت اونلاين بيقعدوا يتكلموا مع ناس ما يعرفوهمش ولا you never know. الاونلاين عالم مفتوح تماما بالزبط. وممكن انه باي طريقه هن يستغلوا. وزي ما قلنا يعني هن بيعملوها بطريقه مش مباشره، فمن الصعب ادراك انه اليوث عم يستدرج. طيب زينة، ايه الافكار المغلوطه او الصور النمطيه للتشايلد ترافيكينج؟ الأسئلة اليوم جديدة. الأسئلة جديدة، بس كمان كتير سؤال مهم، لأنه أحيانا نحن بيكون في بذهننا شيء تصور معين عن موضوع الاستغلال الجنسي، وبسبب هذا التصور اللي موجود عنا بنصير ما بنشوف، بيكون عم بيصير قدامنا ونحن مش منتبهين له، لأنه هو لا يطابق الصورة النمطية اللي نحن بذهننا له. فمثلا من أحد الصور النمطية أو الأفكار المغلوطة أنه هو بيصير للنيوكمرز، للمهاجرين، للطلاب الدوليين. actually الستاتس الإحصائيات بتقول أنه النسبة الأغلب من الفيكتيمز هني كنديين. كنديين يعني I mean Canadian citizens. هني ناس already مستقرين في البلد وموجودين فلا مش بالضرورة أبداً. هاي من أحد الأفكار المغلوطة. في فكرة تانية يمكن أخذينها من الأفلام أو من شيء، إنه حيكون في خطف، إنه دائماً الاستغلال الجنسي بيكون مرتبط بعملية خطف. لا ابدا. مثل ما قلنا بالجواب اللي كان هلا حكينا، انه هي بتبدا بعمليه تدريجيه جدا، فلا ابدا. يعني هو ممكن يكون عم يصير في ديارنا مثل ما بنقول، او كثير قريب close to home،
نحن مش منتبهين انه عم يصير. وفي كمان يمكن الصوره النمطيه تبعت بنقلها التيبيكال فيكتيم، انه الضحيه النمطيه لهذا الموضوع. ممكن تصورنا يكون البنت صغيره من عائله فقيره، او لو في اعاقه معينه تماما مثلا ذهنيه او حاجه. اكزاكتلي في ناس عنا بتفتكر احتياجات كده. معينه، في ممكن من جنسيه معينه، ممكن كتير فكرة غلط، لأنه الضحية لا ترتبط لا بهوية ولا بجنسية ولا بخلفية. وبالعكس في كتير أحيانا بيكون في من الأوتسايد بتشوفي ناس حياتهم أشبه بالطبيعية أو طبيعية جدا جدا. ف it could happen to anyone. It's closer than you think. It's much closer than what you think. ولذلك نحن المطلوب مننا الوعي، لأنه أبدا هي مش مثل ما نحن مفكر إنه لا مش ممكن تحصل لأولادنا. لا أكيد it's gonna never happen in our community. للأسف it's happening، عم بتصير. فلذلك من المهم الصورة النمطية ما نضل حاصرين نفسنا ونتنبه لشو عم يصير حوالينا، حتى لو بيننا وبين حالنا أنا لا مش معقول تصير لهالشخص او هالبنت او هالشاب. نو لازم. عشان انت بتقولي ان هم بيقعدوا يمدحوا فيهم ويعملوا كده، احنا لازم كبيرنتس نخلي بالنا من الحته دي، ان احنا نشبع اولادنا بالكلام الحلو كده عشان ما يستنوش انهم يسمعوه من بره. تمام. ما طبعا اكيد هم بيستهدفوا الناس اللي نفسيتها ضعيفه، اللي مش لاقيين سبورت في بيتهم من اهاليهم من كده. فدي برضو نقطه مهمه ان احنا ناخد بالنا من ولادنا ونديهم سبورت يعني نفسي. أكيد. وطبعا نحن ما بدنا نخوف يعني مش أي طفل عنده حاجة نفسية فهو حيكون أكيد حيتعرض، لا. ولكن بنحب إنه نوعي إنه الأسهل استهدافهم هن اللي بيكونوا عندهم مشاكل عائلية، عندهم مشاكل أسرية، عندهم احتياجات عاطفية. من الصور النمطية بتهيألي برضو يا زينة إن بنفكر إنه يبقى مور للبنات أكتر، صح؟ صحيح. بس هي في الواقع مش كده، هي ولاد وبنات لأي حد. لأي حد. exactly. هي تحصل لأي حد. ازاي بقى نتعرف على يعني ضحية من تجار البشر من اللي حوالينا؟ كتير مهم انه ما نطلع على مثل ما بيقولوا باي ذا بوك، يعني مش اي علامه هلا بدنا نقولها معناتها اكيد هذا الشخص. غالبا نحن لازم كمان نخلي ببالنا انه نطلع على الباترن، على اجتماع عدد من الساينز اللي بدنا نحكي فيها، او على تغيير نمطي معين. يعني مش بس علامه وحده وي فريك اوت ونقول، ولكن في كتير علامات. مثلا بيبدأ في تغيير بالسلوك، في ببلش ممكن يكون في بعض الانعزال عن العائلة عن الأصدقاء، ممكن الأداء الدراسي الأكاديمي يتغير، ممكن يكون في غياب عن المدرسة، ممكن يكون في تغير مفاجئ إذا عم نحكي عن البنات، اهتمام مفاجئ أو مبالغ فيه بالشعر بالميك اب بطريقة اللبس. كتير شيء مهم نشوف تليفون غير اللي نحن عاطينهم، ندور على تليفون تاني غير اللي معاهم. في تليفون هاتف خليوي تاني الولد الشاب او البنت عندهم اياها. ممكن يكون في علامات ايذاء جسديه واضحه. سواء العلامات الايذاء الجسديه من تعرض للاذى الجسدي من قبل الطرف الآخر، أو محاولة إيذاء الشخص كنوع من كتر الستريس اللي بيكون عند الشاب أو الصبية. ممكن يكونوا هن عم يعملوا إيذاء لنفسهم أو هن يتعرضوا إلى الإيذاء الجسدي. ممكن يكون تاتو جديد، وشم جديد ظهر على الولد، أو نوع مجوهرات محددة معينة. في شيء بالاستغلال الجنسي بتجارة الهيومن ترافيكينج بيقولوا له براندينج. سو زي ما الوسم، زي ما انه بيكون انه فليتس سي اذا هي تاجر معين فهو يوسم الضحايا تبعه بوشم معين. سو قد يكون هلا في شويه تغير بانه صار عم يستخدموا مجوهرات معينه ليعلموهم. سو ممكن كمان يكون في مبالغ ماليه فجاه ظهرت عند الشاب او الصبيه، اي ترانسفير، اي تي ام ماني، كاش ماني بلشنا نشوفها. ولكن استخدام تغير أو بدء استخدام كحول أو مخدرات. يعني هي مجموعة من العلامات اللي هي ممكن أنه
تلفت نظرنا. ممكن انه نحس انه الشخص تغير في السلوك مثلا. هي بدينا فيها تغير بالسلوك، قلق زائد، خوف زائد، توتر، اختلاف بانماط الحديث، انعزال مثلا. انعزال. وكمان ممكن يكون مثلا نحس انه كانه في حدا مسيطر عليهم، كانه هن في عندهم خوف من شخص حوالينا. يعني مثلا اذا بمجموعه اصدقاء انه يكون لما بيكون هالشخص موجود نحس هالصديق او الصديقه متوترين، عم يكون في بتحس انه في هالشخص عم يراقب الثاني او في عنده خوف معين منه. فكل هدول العلامات ممكن يلفتوا نظرنا انه ممكن يكون هذا في غلط شيء. بتحصل. وبرجع باكد مش علامه وحده، يعني أيوة. مش اذا فجاه شفنا الصبيه عم تهتم بحالها معناتها في شيء، لا، ولكن بده يكون في عده تغييرات عم بتصير. وبعتقد نحن ممكن احيانا دائما بقول انا نلحق الحدس تبعنا. اذا حسينا انه في شيء غلط لازم ناخد بالنا. عندي سؤالين. اولا محتاجه اعرف الCAS بيل، ممكن تشرحي لي؟ يعني انت قلتي اسمها بالانجلش، فممكن تشرحيها بالعربي وتقولي لنا ايه وظيفتها في التعامل مع الاتجار، او يعني خدمه الكوميونتي في ما يخص الاتجار بالبشر. بيل Children's Aid اللي هي جمعية حماية الأطفال ودعم الأسرة في منطقة بيل. السنة الماضية أخذت إدارة وتشغيل مركز Encourage. بنكتبها حرف Encourage. مركز Encourage هو عبارة عن مركز يقدم خدمات شمولية لضحايا الإتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي. الخدمات هي نحن بنشتغل مع العديد من المنظمات المجتمعية ومن المؤسسات المجتمعية بمجال الصحة العامة، بمجال الصحة النفسية، الإسكان، تأمين سكن لإلهم، الخدمات القانونية. فبالتعاون مع كل هدول الجمعيات نحن بنقدم خدمات للضحايا لحد عمر 24 سنة. الخدمات طبعا تقدم مع مراعاة الحالة النفسية، مراعاة الصدمات اللي بيكونوا مارين فيها، فهي تقدم كتير بعناية من دون ما يضطروا انه هن يحكوا يعيدوا سرد القصة لأكثر من مرة، وطبعا بسرية كاملة. وهي هي الدور اللي نحن بدأنا فيه مبدئيا. المركز تبعنا ضمن المبنى ذا سيركل اللي هو في مساساغا، المركز موجود هنيك. ان شاء الله انه في عن قريب في عندنا توسع لكاليدون والمطار. يعني الخدمات اللي انتم بتقدموها للضحايا بتبقى عباره عن ايه بالظبط؟ زي ما قلنا نحن ممكن انه نوصلهم بخدمات صحيه، خدمات نفسيه، خدمات قانونيه، ولو عاوزين مكان يقعدوا فيه فهي اتس هولستيك، يعني هي خدمات شموليه. وطبعا مش نحن بس بنعملها بالتعاون مع كثير من المراكز المختصه بانه تقدم خدمات للضحايا وبسريه. يعني معنى كده لو حد جالك يعني ما يكونش لسه ادلت وجالك، انت بتاخدي دي برضه سريه، ما تعرفيش اهله ولا لا؟ ما دام اندر 18 لازم اهله يعرفوا؟ لا سريه برضه اندر 18. طب وهم ازاي الاطفال هيعرفوا او الشباب هيعرفوا ان هم ممكن يتوجهوا لمكان زي كده؟ لذلك نحن هلا في كمان من ضمن الاشياء اللي نحن Encourage حيعملها اللي هو فعليا حمله كبيره من التوريز اويرنس، لحتى نحن نعرف مش بس المجتمع سواء المجتمع الكبار او اليوث والتشيلدرن بخدماتنا. رح نقوم بحمله او بدأنا بحمله مجتمعية إعلانية لحتى نزيد معرفة المجتمع بالخدمات اللي عم نقدمها. وزي ما قلت عن قريب حيكون في برامتون، كاليدون، وفي بالمطار كمان. فمع توسع العمل كمان عم تتوسع معرفة المجتمع بالخدمات اللي نحن عم نقدمها. واليوم رح يكون فرصة كمان للي بيسمعنا انه يعرف عن شيء اسمه Encourage. طب نصيحتك ايه بقى للشباب يا زينة، ازاي هم يقدروا يحموا نفسهم من حاجة زي كده؟
اكيد هلا بنقول دائما المعرفه ثم المعرفه، سو لازم يكونوا يعني نحن حنقوم زي ما قلت بحمله التوعيه. الشرطه صار لها اكثر من سنه عم تقوم بحملات توعيه كثير مهمه، عم يروحوا على المدارس، عم يعملوا حملات بالمدارس. فالتوعيه كيف بيتم هذا العمل وبالعلامات اللي هن لازم يكونوا منتبهين عليها، وبلغه مبسطه بنقول لهم انه be careful of what we say، انه too good to be true. الشيء اللي هو بيكون كتير جيد بطريقه انه ما بيتصدق، مبالغ فيه يعني الاطراء المبالغ فيه، الهدايا الاكسبنسيف اللي فجاه ظهرت من عدم ما يكون صار لهم فتره طويله. بيحموا حالهم بانه دائما يكون في عندهم trusted adult، شخص كبير بحياتهم، مقربين منه، موثوقين، يثقوا فيه. وبالاضافه لكمان انه يتعلموا كيف اني يكونوا واثقين من حالهم، زي ما كمان هلا من شوي قلت لكم يثقوا بالحس تبعهم، بالاحساس. يعني بعتقد كلياتنا في عندنا احساس انه there's something wrong. لك حاجه there's something fishy. There's something fishy. There's something wrong. So كمان نحن بنشجعهم انه اذا حسيت بهذا الاحساس stop. باز، روحوا احكوا مع حدا كبير، مع حدا انتم بتوثقوا فيه، الجأوا زي ما قلنا سواء PLCIS، encourage، في الهوت لاين للكنديان كمان هيومن ترافيكينج، في ارقام بتمنى اذا بالحلقه بنقدر نحط الارقام والويب سايت. سو في كثير ريسورسز انه هن يقدروا يلجأوا لها كمان يحموا. هي بس هزود على او هوضح يعني كلمه ادلت، لان في بعض الأطفال والشباب للأسف بيبقوا هايبين أو خايفين يقولوا لأهلهم، فدي فرصة كويسة نوضح إن في ناس بتثق في المدرسين، وفي ناس اوريدي ممكن يريبورتوا، ولازم ان الولاد يبقوا عارفين ان المدرسين عارفين يعملوا ايه النكست ستيب. فدي يعني حاجه، بس ان في ولاد بيخافوا صحيح يبلغوا او يعرفوا اهاليهم، او بيخافوا على اهاليهم صح. ان هم يقولوا ان هم وصلوا للمرحله دي فيعملوا لهم رعب او بيبقوا شاكين. فبرضو المدرسه مكان تراستد ان هم يقدروا يتكلموا معاهم في حاجه زي كده. صحيح. تكون بالمدرسة، تكون بصديق عائلة مقرب، تكون بوالد أو والدة صديق، أي حد يعني. ولو هم مش عاوزين يقولوا لهذا الحد، أجين في أرقام تليفونات كتير لا ريسورسز ممكن إنه هي تساعدهم، تحطهم على الطريق الصح وتوصلهم بالخدمات اللي هن محتاجين لها. طب لو حد هو شاكك إن مثلا أكس ده ضحية، يعمل ايه؟ مش يعني هو مش الضحيه، هو شاكك ان اكس ده الضحيه ومش متاكد، يعمل ايه بقى؟ نحن بنقول كمان اذا رايت شيئا فقل شيئا. يعني مش شغلتنا نحن كناس بالمجتمع انه نحقق ونكون متاكدين منه، الموضوع اكبر مننا. طالما عندك شك ولو شك صغير، احساسك نرجع بنقول اي شك عندك اياه say something. وزي ما قلنا بكل هلا اوريدي الريسورسز اللي انا حكيتهم، في كتير مصادر للاتصال. اتصلي بانكورج، نحن بنوجهك، في عنا الناس مدربين لحتى يعطوك سواء يعطوك النصيحه وين تتجه او توصلينا مع كيف تو ابروتش. فما تترددوا، اي شك نحن في عنا اياه مش هتبقى انترابل لو طلع في الاخر الموضوع ما ده ابدا. وحتى زي ما قلت انا كمان في على الكنديان هيومن ترافيكينج هات لاين، ممكن انك في فورم اونلاين حتى ممكن انك تعمليه من دون ما تقولي اسمك. سو ممكن انك انت تدخلي على الويب سايت وتعبي كل المعلومات من دون حتى ما انك انت تقولي انت مين، او حتى ممكن تتصلي وما تقولي انت مين، بس انت تعطي المعلومه. وشغلتهم هم بيقولوا نصيحة ولا ممكن ياخدوا أكشن؟ it depends. حسب انت يعني حسب شو المعلومات حسب شو المعلومات اللي يعني ممكن تكون انت عم تحكي لاستشارة، وممكن انت عم تحكي تو ريبورت something. فكلهم اشخاص مدربين و again don't hesitate. حسينا شيء، شفنا شيء، let's make that call. ممكن كول صغيرة تنقذ حياة شاب أو صبية عم يمروا بهيك شيء. طيب يا زينة، بصي في الآخر بقى كده تحبي توجهي رسالة لكل المجتمع بتاعنا اللي بيسمعك دلوقتي؟ للمجتمع بدي أقول موضوع مكافحة الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر مسؤولية مجتمعية، هي مسؤولية مشتركة.
فمن واجبنا نحن كلياتنا كأشخاص بالغين لنحمي أطفالنا وأولادنا وشبابنا. نتعلم الساينز. If you see something say something, if you feel something say something. ما تترددوا إذا شفتوا أي علامات، حتى ولو شك بسيط please 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 say something. هاي بالنسبة للمجتمع، للشباب والصبايا، للأطفال اللي ممكن يكونوا ضحايا، بدي أقول لهم you're not alone، أنتم مش لحالكم، في كتير خدمات وكتير مساعدات وكتير ريسورسز متوفرة وموجودة. نحن موجودين هون لحتى نساعدكم. بتمنى مثل ما حكينا أنه بخلال الحلقة إذا فينا نحط الأرقام والويب سايتس للريسورسز، فهذا بيكون شيء كتير رائع. بتمنى السلامة للجميع والأمان، ومع بعض أكيد فينا نغير هذا الوضع. It's never too late. It's never too late. ميرسي خالص يا زين. ميرسي. طب يا جماعه تابعونا، احنا هنحط اللينكات وهنحط الفون نمبرز عشان اي حد محتاج اي مساعده يتصل او يخش على الويب سايت ويطلب المساعده. ميرسي ليكم.